مساء الخير يا زغير القلب، عاملين وحشاني والله العظيم وحشاني، بعيدا عن شغل الملكه صفصف اللي انا عاملاه ده. بس انا جاي اتكلم في ظاهره هتقضي علينا كلنا وباء وانتشر. عندنا اختي في اسكندريه كوبري ستانلي، الكوبري ده كده علامه من علامات اسكندريه عندنا. لازم اللي يجي اسكندريه لازم يتصور عنده، طبعا معروفه في اي حته. طبعا احنا في انشاد وتعمير، فعملنا طبعا اختي عشان احنا اسكندرانيه برضو معلش يعني نحب كده نجدد ونعمر. عملنا برضو نفس الكوبري في 45، وده بقى جه القضانه. طبعا ما يحلاش ذكرياتنا الا بالصوره كده اختي سوكسيه تصوري بيها كده وانت على البحر عامله كده مش عارفه ايه بتاع، ما يحلاش. وطبعا الاسعار الفوتوغرافر بقت فاهمه انه خالص مش معقوله. فطبعا إيه، تقاوي انشيكا الصغير طبعا لازم ينتصروا على الكباري. صوره عروسه، صوره عند الكوبري. خلي بالك هجيب لك الصوره من ورا فيها الغروب وانت ظاهره في نص الكوبري، صوره نزاهه والله العظيم. وهعمل معاكي واجب، هتاخدي طه الصور ب100 جنيه والله العظيم هبعتهم لك دلوقتي. حبيبي انا مش هتصور، انا مش هتصور شكرا. جميله الكوبري، انا اصلا اسكندرانيه مش لو نفسي قوي الذكرى حياني قوي هروح هناك، هروح اتفرج عليها. مش عايزه اتصور شكرا حبيبي شكرا. خلي بالك ملامحك سينمائيه والله العظيم. اما شفتك قلت غلا عبد الرازق اللهم صل على النبي، يعني ملامحك سينمائيه والعيون مع غروب. صدق بقول لك ايه، مش هاخد منك فلوسها لما تشوف الصور تعجبك الاول. تعالى بس اخدك لقطتين. ملامح سينمائيه مين يا ابني الكذابه؟ وبعدين مين غدا عبد الرازق اللي اشبهها؟ ده انا كلي على بعضي 150 سم. يا جدع انت يا جدع، انا مش عايزه اتصور، سيبني في حالي، مش عايزه اتصور، مش عايزه ملامح سينمائيه، مش عايزه اتصور. خلي بالك انا كمرتي نيكون والله العظيم وغلاوة امي عملت جمعيه. انا شاب شقيان من صغري جايب كاميرا نيكون والله العظيم. لو ما اديتش خطوتين قدام هتلاقي شباب واقفه برضو بتصور كاميرا فيديو، مش هيديكي اي حاجه والصور تطلع مبكسله. انا هرفعها لك على جوجل درايف. اسمعي مني بس، خلي بالك هاخد لك 3 لقطات. ولا يا ولا مش عايزه الولا يا ولا، سيبني يا ولا اروح. مش عايزه اصور. مين قال اصور؟ انا اصلا مكرهه نفسي، انا مدشدشه امي مرايات بيتنا كلها، مش عايزه اصور يا جدع. فايه بقى الظاهره دي يا شباب؟ ايه الظاهره دي؟ ايه التقاوي؟ وبعدين كلهم تقاوي قد كده عيال قد كده. والفكره ان هو مثلا حتى إيه القائه للتصوير انه مثلا عايز يصورك، ما تحسيش مثلا ان هو جاي يقول لك عايز اصورك، هو بيعمل عمليه تلقيح عن بعد. بيبص لك البصه انت خلاص حلف توأم، انت حلف توأم. ملامحك ثانويه. خلاص الشغل معاك، خلي بالك اصورك كام صوره نزاهه. صاحبي ده مصدر رزقك، وانت برضو طالع تاكل عيش بالكاميرا النيكون والشعر المصبوغ بالاصفر والمطلون المزمبر والقصه. بص انت شاب نجر عيوع حماسه عليك، واللي مش هتصور معاك خلي بالك فات نص عمر. لا تقول لي انشيكا ولا تقول لي مكي، انت خلص الشغله معاك يا صاحبي. بس انا مش هتصور. انا ممكن اقول لك شكرا جدا بجد ميرسي عادي، مش لازم بقى. خلي بالك اصلا ده كان وشها يتعبني في الايديت، دي شبه العيش القيصر. عشان صدقني هحطك في الفرن.